عمرك شفت بيت مقفول بقاله سنين بس كل يوم الساعة 3 الفجر النور بينور جوه؟ المشكلة مش في النور، المشكلة ان البيت ده ما فيهوش عداد كهرباء اصلا. يلا بينا نبدأ الحكاية. احنا نقلنا شقة جديدة، البيت اللي قصادنا مهجور بقاله سنين، الشبابيك مكسورة والباب واقع نصه والتراب مغطي كل حاجة. أول ليلة صحيت على صوت كلاب غريب جدا. بصيت من البلكونة، لقيت في نور أصفر طالع من البيت ده. بصيت في الساعة كانت 3 الفجر، قلت يمكن صدفة. تاني ليلة كان نفس الوقت، تالت ليلة نفس الوقت برضو. سألت الجيران، قالولي ما تبصيش عليه كتير، البيت ده آخر واحدة سكنته اختفت واسمها كان مريم. وفي الليلة الرابعة وأنا ببص على البيت لقيت في ستارة بتتحرك، وكان في حد واقف وراها وكان بيبصلي. فضلت طول اليوم بفكر، قررت أصور البيت بالموبايل. الساعة كانت 3 الفجر، استنيت والنور منور. صورت فيديو 10 ثواني بس، وانا بقفل التصوير شفت حاجة في الشاشة. الكاميرا كانت جايبة حد واقف في الشباك ورافع ايده لفوق وكاتب على الازاز من جوه ساعديني. رجعت ابص بعيني، مفيش حد. تاني يوم صحيت لقيت على باب شقتنا ورقة قديمة متنية مكتوب فيها ما تقربيش من البيت، هو اللي بيختار. بصيت على آخر الورقة، كان في توقيع باسم مريم. الفضول قتلني. نزلت بالليل، الساعة كانت 3 ل10. الشارع كان فاضي تماما. باب البيت المهجور كان مفتوح سنة بسيطة. زقيت الباب ودخلت. ريحة تراب ورطوبة. الساعة بقت 3 و3 دقايق، وفجأة النور اشتغل. طلعت على السلم، وكل خطوة كنت حاسة ان في حد ورايا. وصلت للأوضة اللي بتنور، الباب كان موارب. دخلت، لقيت الأوضة فاضية، مفيهاش غير كرسي قديم في النص، وفوق الكرسي موبايل كان شغال، وعلى الشاشة فيديو مفتوح بيصور. والفيديو ده بتاعي أنا، واقفة في الأوضة من 5 دقايق، بس أنا لسه داخلة. مين صورني؟ والفيديو كان بيتسجل من زاوية فوق السقف. سمعت ورايا همس، كنت مستنياكي. لفيت بسرعة، شفت بنت واقفة في الضلمة، وشها مش باين بس عينيها حمرا. قالت لي أنا حاولت أهرب بس البيت اختارني، دلوقتي جه دورك. وفجأة النور طفى. حسيت بإيد بتشدني على الأرض. صحيت تاني يوم، لقيت نفسي في سريري. جريت على البلكونة، لقيت البيت اللي قدامنا كان مهدوم. سألت الجيران، قالولي بيت ايه؟ عمر أصلا ما كانش فيه بيت هنا. رجعت الشقة تاني، لقيت على المراية بخار مكتوب عليه الساعة 3 الفجر. ومن ساعتها النور بقى بينور بس في أوضتي أنا.